نعيد ما ذكرته لكم أيها المسلمون: إن تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر لا يقبلها الله تبارك وتعالى. فمن تعمد أن يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس وهو على غير عذر من مرض أو نوم غفلة أو نسيان أو ما شبه من الأعذار، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فلا تخدع نفسك أيها المسلم، فإن الله لا يقبلها منك وإن صليتها آلاف المرات. مما يعين على أداء صلاة الفجر عباد الله أسباب كثيرة أجملها في نقاط سريعة. أولى هذه الأسباب وأعظمها الاستعانة بالله تبارك وتعالى. تدبروا قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا سبيل لعبادة الله إلا بعد عونه. فاستعينوا بالله وارفعوا أكف الضراعة إلى الله ومرغوا الجباه لخالقكم وتضرعوا إليه أن يعينكم في كل ليلة في صلاة الوتر، أن يعينك على أن تقوم لأداء صلاة الفجر. كذلك من الأسباب صلاة الوتر الذي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. وكذلك من الأسباب النوم على طهارة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن تحرص أن تقول أذكار النوم، فأن تختم يومك وأنت قد ذكرت ربك، فإن ذلك من أعظم الأسباب المعينة على أداء صلاة الفجر جماعة. كذلك من أسباب أداء صلاة الفجر جماعة سبب عظيم: البعد عن المعاصي والذنوب. لهذه المعاصي والذنوب كم أمحقت من بركات، وكم ضيعت من أعمار، وكم أبعدت من خلق عن ربهم تبارك وتعالى. قل لي بالله عليك تقيم على هذه المعاصي والذنوب وهذه الفضائحيات التي تمحق الأخلاق والفضيلة، ثم ترجو من الله تبارك وتعالى أن يعينك على أداء هذه الصلاة العظيمة؟ لا وألف لا، فإن المعصية تجر أختها كما أن الطاعة تجر أختها. من أسباب ذلك كذلك ترك السهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من السهر، وكان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها، إلا ما كان من الزوج إلى زوجته أو من الضيف لضيفه أو ما كان في هموم الأمة وما شابه ذلك لدقائق يسيرة لينام الإنسان ويستعين بهذه الراحة على قيام الليل وصلاة الفجر. من الأسباب كذلك أن تعقد نية جازمة صادقة أن ينطوي قلبك على القيام لهذه الصلاة العظيمة. أما أن تفعل الأسباب المادية من وضع الساعة وما إلى ذلك وقد انطوى قلبك على إذا دقت الساعة مددت يدك عليها وأخمدت صوتها وعدت إلى النوم وتظن أن هذا يكون لك عذرا عند الله، فإنك تخادع نفسك أيها المسلم. كذلك الاستعانة بوضع المنبهات، لا سيما المنبهات التي تشتمل على الأذان لطرد الشيطان الرجيم في هذه اللحظات. كذلك من أعظم الأسباب أن تذكر الله تبارك وتعالى عندما تفتح عينيك والشيطان قد خيم عليك وأجلب عليك بخيله ورجله ومناك بالنوم والبقاء، فقل لا إله إلا الله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تجد الإعانة من الله تبارك وتعالى. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن قد أقيمت الحجة عليكم بسماعكم لهذا الكلام، فمن يفرط بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه في ذلك اليوم العظيم الذي تكشف فيه السرائر وتنشر فيه الدواوين. فستسأل أيها المسلم عن استجابتك لسماع كلام الله ولكلام رسوله من العبد الفقير في هذه الجمعة الفاضلة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين.